السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد محمود من قناة بايسكوب لشرح مادة العلوم والساينس. بإذن الله تعالى هنتم شرح منهج تانية إعدادي بالكامل على قناة بايسكوب مجانا. معاكم بإذن الله تعالى إحنا بنشرح من كتاب الامتحان، وهنحل برضه الحل بتاعنا من كتاب الامتحان. طب ميعاد نزول المحاضرات يا مستر؟ ميعاد نزول المحاضرات الاثنين والخميس الساعة 5 العصر، ده ميعاد نزول محاضرات الشرح. تمام؟ طب محاضرات الحل هتلاقي بعد كل حصة بناخدها هتلاقي تحت الفيديو في حل من المذكرة بتاعتنا، وفي أسئلة، وفي امتحانات بإذن الله تعالى باستمرار. طب بعد ما نخلص الدرس كاملة يا مستر هل مش هنحل؟ لا طبعا هنحل، يعني هنحل كميات كبيرة كمان. كتاب الامتحان على بعد كل درس في حوالي 100 أو من 100 ل 120 سؤال، يعني مظبطينكم أسئلة كتير. بإذن الله تعالى دول كلهم هيتجمعوا في فيديو واحد وهيتحلوا كلهم على قناة بايسكوب مجانا، ولكن بعد ما نخلص الدرس كاملة. دي كده الخطة بتاعتنا بتاعت شغلنا. يبقى المواعيد هتنزل الاثنين والخميس الساعة 5 العصر، دي بتاعت نزول شرح، والحل بعد كل حصة هتلاقي فيه حل نازل تحت الفيديو، والحل على الدرس كاملة من كتاب الامتحان، والمذكرة بتاعتنا بإذن الله كمان تعالى هتلاقيها في فيديو بعدها بعد ما نخلص الدرس، وفي درس هيتاخد على حصتين، وفي دروس هيتاخد على حصة واحدة. فطبعا معانا باستمرار بإذن الله تعالى. طب احنا النهارده يا مستر هنعمل ايه؟ احنا لما نخش في أي منهج وديت على طول نظامنا والسيستم بتاعنا، ما ينفعش نبدأ في المنهج مباشرة. ليه؟ في ناس ضعيفة في المادة، في ناس ما بتعرفش اساسيات كتيره وقع منها في الماده. طب هنعمل ايه؟ نخش على طول في المنهج، فلما نيجي نخش المنهج نلاقي نفسنا احنا ضايعين والوقت يضيع مننا؟ لا طبعا، احنا هنبدا واحده واحده. ازاي؟ اول حاجه عندنا الحصه التاسيسيه للماده، احنا كده المواعيد ديت ماشي، ما تنسوهاش خدها سكرين شوت وعشان نبدا على طول في شرح الدرس. هنبدا ايه يا مستر وهنعمل ايه؟ بسم الله توكلنا على الله. النهارده أول حصة هناخدها حصة تأسيسية في المنهج كامل، حصة تأسيسية. الحصة التأسيسية دي عبارة عن إيه يا مستر؟ الحصة التأسيسية ديت عبارة هنجيب لك أساسيات في المنهج، في المنهج تاني إعدادي بس، لا منهج العلوم كاملة هنجيب لك فيهم أساسيات. طب إحنا يا مستر الأساسيات دي كام حصة؟ والله هم حصتين. الحصة الأولى هناخدها النهارده بإذن الله تعالى اللي هي قبل الباب الأول، عشان الباب الأول هيكون في منه كتير من الحصة الأولى دي، يعني هذاكر الحصة الأولى ديت بجد وهذاكرها كويس، يبقى الباب الأول كده هيعتبر معاه خلص. طب الحصة التانية إمتى يا مستر؟ الحصة التانية هتبقى قبل الباب التاني. الباب التاني لما أشرح الحصة التانية التأسيسية هيكون كله من الحصة التأسيسية دي، فأنا بأسس لكم قبل كل باب عشان تخش الباب الدنيا مظبوطة معاك. طب ليه يا مستر ما ناخدش حصتين تأسيسيتين ورا بعض؟ ليه الحصتين التأسيس ما ناخدهمش ورا بعض؟ عشان تقدر تاخد الحصة التأسيسية بتاع الباب الأول فالدنيا تمام معاك، الباب الأول هيبقى مية معاك بإذن الله تعالى. تمام؟ ولكن الحصة التأسيسية التانية لو خدته بتاع الباب التاني دلوقتي، على ما نيجي للباب التاني هكون تنسوا الحصة التأسيسية، فما ينفعش. فلازم كل حاجة في وقتها. فدلوقتي بإذن الله تعالى هاخد الحصة التأسيسية الأولى في المنهج، وهي بتتكلم عن المد. أول حاجة عندنا حصة تأسيسية بتتكلم عن المد. يعني إيه المد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندنا حاجة اسمها المد. يعني إيه المد؟ تعريف المادة كده. والله المادة نعرفها يا مستر من ابتدائي ومن إعدادي، وكنا ناخدها في ابتدائي كتير. بيقول لك إن المادة هي كل ما له كتلة وحجم. فعلا المادة هنقول تعريفها هي كل ما له كتلة وإيه؟ وحجم. يبقى أي حاجة ليها كتلة وليها حجم، أي حاجة نعرف لها كتلتها ونعرف لها حجمها نطلق عليها اسم المادة. نطلق عليها اسم الإيه؟ المادة. تمام؟ يبقى المادة هي كل ما له كتلة وحجم. طب عايزين أمثلة يا مستر عن المادة. أمثلة. قلنا أمثلة كده يا مستر عن إيه؟ المادة. زي إيه المادة مثلا؟ المادة مثلا عندنا كتير، زي مثلا عندنا الخشب. أي حاجة حوالينا مادة.
زي مثلا عندنا الحجر مد، عندنا المية مد، عندنا الرمل مد، عندنا الهواء مد. الهواء له كتلة وحجم فإذا هو مد. فإذا أمثلة المادة عندنا كتير. طب عندنا مثلا واحد يقول لي مثلا يا مستر الحرارة، واحد يقول لي مثلا يا مستر الضوء، واحد يقول لي مثلا يا مستر الطاقة الكهرومغناطيسية أو الطاقة الكهربية أو نغمات الموسيقى. واحد يقول لي يا مستر الحرارة مادة؟ أقول له لا الحرارة مش مادة. طب الضوء مادة؟ لا الضوء مش مادة. طب الطاقة الكهربية مادة؟ مش مادة. نغمات الموسيقى مادة؟ أقول له لا مش مادة. طب ازاي يا مستر مش مادة؟ مش قلت كل اللي حوالينا مادة؟ قلت لك المادة هي كل ما له كتلة وحجم. طب هل الحرارة لها كتلة؟ يعني انت لما تيجي تمسك كاس الجو حر اهوت وعمال اعرق اهو، جو حر، هل الحرارة دي نحس بكتلتها؟ هل ليها كتلة؟ لا. طب هل ليها حجم؟ اعرف اقيس حجمها؟ لا. فاذا هي مش حرارة. فاذا هي فاذا هي مش مادة. طب الضوء نفس النظام، ليه كتلة؟ لا. ليه حجم؟ لا. يبقى مش مادة. ونفس النظام الطاقة الكهربية ونغمات الموسيقى والى اخره. يبقى اي حاجة اجيب لها كتلتها واجيب لها حجمها اذا هي مادة. طب غير كده لا مش مادة. تمام. يبقى عرفنا ان المادة هي كل ما له كتلة وحجم، واللي مش مادة ان هي ما لهاش ولا كتلة ولا ليها حجم. بعد كده تاني حاجة عندنا بيقول لك عندنا حاجة اسمها حالات المادة. ايه هي حالات المادة؟ المادة بتوجد في حالات. يعني ايه حالة؟ يعني الوضع اللي هي فيه دلوقتي. الحالة يعني الوضع اللي هي فيه دلوقتي. عندنا كم وضع للمادة أو كم حالة للمادة؟ عندنا أولا ثلاث حالات للمادة. ماشي. 3 حالات رئيسية، عندنا 3 حالات للمادة رئيسية، وعندنا حالة واحدة بس، حالة واحدة للمادة فرعية. إذا يا مستر الكلام شكله كبير. لا والله ما كبير خالص. الدنيا سهلة بسيطة، ولكن سهلها على نفسك ما تصعبهاش. ذاكر أول بأول بس ورايا وبإذن الله تعالى هتكون الدنيا معاك تمام. المادة احنا قلنا حالتها اللي هي وضعها الحالي اللي هو فيه. طب المادة قلنا لها 3 حالات رئيسية وحالة واحدة فرعية. طب ايه حالات المادة الرئيسية؟ واخدينها في ابتدائي قبل كده كتير وقعدنا نكررها. حالات المادة الرئيسية هي ايه؟ أول حاجة المادة، قول ورايا، الصلبة. وتاني حاجة المادة السائلة. وتالت حالة المادة الغازية. ايه ده يا مستر؟ هم دول حالات المادة؟ تصدق هم دول حالات المادة. هم دول فعلا حالات المادة. المادة الصلبة، السائلة، الغازية. هو انا نسيت، ما كنتش اعرف. لا عرفت اهو. بحالات المادة الأساسية 3. هيجي يقول لك حالات المادة الأساسية، هتقول له 3 حالات. حالات المادة الفرعية هتقول له حالة واحدة. اذكر لي حالات المادة الأساسية، هتقول له والله الحالة الصلبة والسائلة والغازية. طب ايه الحالة الفرعية ديت يا مستر؟ ما ذكرتش كتير عندنا. هي حالة واحدة اسمها حالة البلازما. البلازما ديت هي حالة واحدة فرعية اسمها حالة البلازما. حالة واحدة عندنا اسمها حالة البلازما، هي الحالة الفرعية. طب عرفهم ازاي يا مستر؟ الحالة الصلبة هنقول على كل حاجة مثال. الحالة الصلبة زي ايه مثلا؟ زي الخشب والحديد والى اخره. طب الحالة السائلة زي المي، ابسط الحاجات معروفة. الحالة الغازية زي الهواء. طب ايه حالة البلازما؟ والله حالة البلازما ديت هتجينا قدام في المتن برضه. بتوجد عندنا فين؟ بنلاقيها في الشمس. في درجات الحرارة المرتفعة جدا 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 بنلاقي فيها حالة البلازما. زي الشمس، زي النجوم في درجة الحرارة المرتفعة جدا، زي البرق، وأمثلة تانية كتير هناخدها بإذن الله كلها في المنهج. يبقى احنا كده عرفنا إن حالات المادة هم 4 حالات. ممكن يقول لك حالات المادة بس، هتقول له 4 حالات. طب حالات المادة الأساسية أو الرئيسية هتقول له 3. طب حالات المادة الفرعية هتقول له هي حالة واحدة فقط. ما تخلوش يضحك عليك. حالات المادة فقط هم 4 حالات. حالات المادة الأساسية أو الرئيسية 3 حالات. حالات المادة الفرعية هي حالة واحدة. وقلناهم
حالة المادة كله مية. بعد كده نخش معانا على مقارنة ما بين الثلاث حالات، المادة الصلبة والسائلة والغازية. هنعمل ايه؟ هنعمل مقارنة ما بين الثلاث حالات دول. عندنا مقارنة ما بين الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. مقارنة من حيث ايه؟ مقارنة من حيث الشكل، من حيث الحجم، من حيث المسافات البينية بين الذرات، ومن حيث ايه تاني؟ من حيث الشكل والحجم والمسافات البينية بين الذرات. وهنقول عندنا مثال، وفي مقارنات كتيرة بإذن الله تعالى هنشوفها في المنهج. من حيث الشكل والحجم والمسافات البينية، المسافات البينية بين الذرات ومثال. طب تعالى كده بسم الله. المادة الصلبة شكلها هل هو ثابت أم متغير؟ لا، المادة الصلبة والله فكر كده، المادة الصلبة شكلها ثابت زي القلم. القلم شكله ثابت، الأسفنجة مادة صلبة، تمام، شكلها ثابت. يبقى عندنا المادة الصلبة شكلها هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه والله ثابت. طب حجم المادة الصلبة شكلها ثابت، حجم المادة الصلبة ثابت. ازاي؟ انت القلم ده اهو، دي مادة صلبة شكله ثابت. طب حجمه النهارده. طب انت وقعته مثلا، هل حجمه مختلف؟ لا. طب حطيته في حاجة تانية، هل حجمه مختلف؟ لا. طب رميته على الأرض، هل حجمه مختلف؟ لا. طب سبته لبكرة وجيت شفته، هل حجمه مختلف؟ لا، حجمه ثابت وشكله ثابت. طب المسافة البينية بين الذرات، ايه المسافة البينية بين الذرات؟ عندنا الذرات بتاع المادة الصلبة اهي. شوف المسافة البينية صغيرة جدا، صغيرة جدا، ممكن نقول كده شبه منعدمة، صغيرة جدا أو شبه منعدمة. تمام يا مستر. طب مثال عليه، والله قلنا المثال فوق أهو، قلنا الخشب والحديد وإلى آخره. تمام. طب نخش على المادة السائلة. المادة السائلة زي إيه يا مستر؟ المادة السائلة أولا شكلها، شكل المادة السائلة، الشكل بتاع المادة السائلة متغير. إزاي بقى؟ متغير حسب الإناء الحاوي له. إزاي متغير يا مستر؟ معانا إزازة مية فيها مادة سائلة، شكلها شكل المية واخد شكل الإزاز. طب حطيناها في كوباية هياخد شكل الكوباية، حطيناها في جيركن هياخد شكل الجيركن، حطيناها في بحر هياخد شكل البحر، حطيناها رماها على الأرض هياخد شكل الأرض. تمام؟ فإذا هو شكلها متغير حسب الإناء الحاوي لها، متغير حسب الإناء الحاوي إيه؟ لها. طب حجمها، حجم المادة السائلة، لا حجم المادة السائلة ثابت. حجم المادة السائلة هنقول له ثابت. طب ازاي ثابت بقى؟ ما تفهمني. احنا دلوقتي عندنا مثلا لتر من الميه، حطيناه في كوبايه هيتن هو اللتر، حطيناه في الجيركن هيتن هو اللتر، فاذا الحجم بتاعه ثابت ما بيتغيرش. طب المسافه البينيه بين الذرات اهي، الذرات بتاعت الماده السائله اهي، دي الذرات. شوف ترتيبها عامل ازاي؟ فنقول عليها ايه؟ نقول عليها كبيره نسبيا تمام، أو متوسطة. دي أو دي تمشي، كبيرة نسبيا أو متوسطة، ديت المسافة البينية. طب مثال عليها، المثال عليها عندنا زي المية. شفت المسافات البينية اللي هي بين الذرات ده؟ شفت كبيرة نسبيا ازاي؟ أو متوسطة. طب بعد كده نخش على المادة الغازية. المادة الغازية من حيث شكلها، شكل المادة الغازية متغير حسب الإناء الحاوي لها. طب ازاي متغير حسب الإناء الحاوي لها يا مصطفى؟ هات بالونة، نفخت البالونة هياخد شكل البالونة، ولا في قلب البالونة دي غاز. طب جبت بالونة مثلا على شكل قلب، شكل مربع، شكل دورية، في بالونات بالأشكال دي كتير، هتاخد شكل الحاجة الحاوية دي. طب جبتها في إزازة فاضية، نفخت في إزازة فاضية، هتاخد شكل الإزازة الفاضية.
فاذا شكلها متغير حسب الاناء الحاوي له. طب حجمها برضو الحجم متغير حسب الاناء الحاوي له. ازاي؟ ما احنا قلنا يا ابني انت نفخت في الازازه، شكل الماده الغازيه اعتبر انها ما فيهاش ميه هياخد شكل الازازه. طب حجمها هياخد حجم الازازه. طب بالونه شكلها هياخد شكل البالونه. طب حجمها هياخد حجم البالونه. فاذا حجمها متغير. طب اثبت لك عندك بالونه نفختها نفخه متوسطه كده هتاخد حجم معين. طب زدت في النفخ هتاخد حجم اكبر. طب هوتها وفستها هتاخد حجم اقل. يبقى الحجم متغير حسب الإناء الحاوي ده. طب المسافات البينية بين الذرات بتاعت المادة الغازية عاملة ازاي؟ شفت بقى المسافات البينية هنا؟ بص شفت الفرق؟ كبيرة جدا. يبقى المسافات البينية بين الذرات هنقول كبيرة جدا جدا. طب المثال عندنا أبسط الأمثلة زي الهواء. زي مين؟ زي الهواء. باذن الله تعالى اي حاجه من الحاجات دي بنشرحها هتلاقيها في مذكره في الوصف تحت الفيديو. هتلاقيها في مذكره في الوصف تحت الفيديو. اي حاجه بنشرحها، اي كلمه مكتوبه على السبوره هتلاقيها في المذكره تحت في وصف الفيديو. عايزين تاخدوها صوره برضو. احنا كده خدنا باذن الله تعالى خدنا الماده وخدنا حالات الماده، وبعد كده نخش على حاجه ثالثه واسمها خصائص الماده. هخليكم تاخدوا صوره. تمام. تمام كده. نعمل هنا كده نوتة هنا كده صغيرة. خدنا أول حاجة عندنا المادة، تاني حاجة خدناها عندنا حالات المادة، بعد كده تالت حاجة هناخدها هنا خصائص المادة. يبقى تالت حاجة اسمها خصائص المادة. ايه هي خصائص المادة؟ خاصية المادة. يعني ايه خاصية المادة؟ يعني ايه الخاصية بتاعت المادة؟ يعني والله الخاصية بتاعت المادة هي الحاجات الخاصة بيها، الحاجات اللي بتوصفها. خاصية المادة هي الحاجة اللي بتوصف المادة. زي ايه خصائص المادة؟ عندنا خصائص المادة في التأسيس دلوقتي عندنا 7 ومش ثابتين عددهم، خصائص كتير، ولكن هنذكر منهم دلوقتي 7 خصائص. أول خاصية عندنا هنا للمادة الشكل، وتاني خاصية عندنا للمادة الحجم، وتالت خاصية عندنا الكتلة، والرابعة عندنا الكثافة، والخامسة عندنا التوصيل الحراري، والستة عندنا التوصيل الكهربائي، والسبعة عندنا بص عشان ما ننساش حاجة، وعندنا درجة الانصهار 8. عندنا خواص كتير. الغلاية في خواص كتير. تمام. دي اللي هنذكرهم دلوقتي: الشكل والحجم والكتلة والكثافة والتوصيل الحراري، التوصيل الكهربائي، درجة الانصهار، ودرجة الغلاية. ايه هو الشكل؟ خصائص المادة: الشكل هو الإطار المميز للمادة. يبقى الشكل هو الإطار المميز للمادة. تمام؟ دي الايه؟ الشكل. بالشكل الإطار المميز للمادة. المادة دي ليها إطار ميز شكلها، فده شكلها. المادة دي ليها إطار ميز الشكل بتاعها، فده شكلها. المادة دي ليها إطار ميز شكلها، فده الشكل بتاعها. يبقى الشكل هنقول كده هو الإطار المميز للمادة.
هو الإطار المميز للمادة. طب الحجم والله هي مقدار، تمام، ما تحتويه المادة من مادة. ده الحجم. الحجم هو ايه؟ ايه المقدار؟ مش فاهم يا مستر. الحجم هو الحيز اللي بيشغله، معلش انا قلت اللي فاتت دي بتاعت الكتلة، انا اسف. الحجم هو الحيز الذي تشغله ايه؟ المادة من الفراغ. يبقى الحجم الحيز اللي بتشغله المادة من الفراغ. زي ده حجمه، ده مادة، حجمها هو الحيز ده اللي بتشغله المادة من الفراغ. ده حجمها الحيز اللي شغلته المادة من الايه؟ من الفراغ ده. تمام؟ يبقى الحجم الحيز اللي بتشغله المادة من الفراغ. طب ايه هي كتلة المادة؟ كتلة المادة هي مقدار ما تحتويه المادة من مادة. ايه يا مستر بتلعبك دي؟ والله ما لعبك ولا حاجة. يعني ايه مقدار ما تحتويه المادة من مادة؟ عندي مادة مثلا معينة، مثلا مادة معينة زي حتة حديد، عايز اعرف كتلتها هوزنها. طب ايه مقدار ما تحتويه المادة من مادة؟ الحديد هو مادة في قلبه جزيئات، تمام، او جسيمات في قلبها بتديها كتلة، بتدي للمادة دي كتلة. زي ديت لها كتلة. ازاي؟ ديت مادة اهي بتحتوي من جواها، كل جوه ده اهو دي مادة اللي هو جزيئات او جسيمات بتاعتها. فاذا ديت هي مقدار ما تحتويه المادة من مادة، هو دي الكتلة. طب ايه هي الكثافة؟ الكثافة هي كتلة المادة على حجم المادة. مش فاهمين؟ الكثافة هي كتلة المادة على حجم نفس المادة. زي يبقى عندنا الكثافة بتساوي الكتلة، دي قانونها على الحجم. يبقى الكثافة هي كتلة المادة على حجم نفس المادة. ازاي؟ عايزين نجيب كثافة الاسفنجة دي، هنوزن كتلتها بالجرام او الكيلوجرام وهنشوف حجمها، تمام، ونجيب الكتلة بتاعت الاسفنجة على حجمها نطلع بالكثافة، نجيب بيها الايه؟ الكثافة. تمام؟ فاذا دي الكثافة هي كتلة المادة على حجم نفس المادة، هتدينا كثافة بتاعت المادة. طب ايه هو التوصيل الحراري؟ التوصيل الحراري هو قدرة المادة على التوصيل للحرارة. سهلة. التوصيل الحراري هي قدرة المادة على توصيل الحرارة. زي عندنا مادة معينة زي مثلا الألمنيوم. قدرة الألمنيوم دهيت على إن هي توصل الحرارة، تمام، بتسمى التوصيل الحراري. إن هي المادة دهيت بتقدر توصل الحرارة أو ما بتقدرش توصل الحرارة. طب عندنا التوصيل الحراري ده 3 أنواع. عندنا في مواد جيدة التوصيل للحرارة، وفي عندنا مواد متوسطة التوصيل للحرارة، وعندنا في مواد عازلة للحرارة. تمام؟ يبقى عندنا في مواد جيدة التوصيل للحرارة، في مواد متوسطة التوصيل للحرارة، في مواد عازلة التوصيل للحرارة. مواد جيدة التوصيل للحرارة هنقول عليها مثال زي مثلا عندنا الألمنيوم. جيدة توصيل الحرارة جيدة جدا. متوسط التوصيل للحرارة زي ايه مثلا؟ عندنا المتوسط توصيل الحرارة مثلا زي الحديد، متوسط توصيل. طب عندنا العازلة حديد بالنسبة للألمنيوم. طب عندنا عازلة توصيل الحرارة زي ايه؟ زي الخشب،
عازل توصيل الحرارة زي الحجر عازل توصيل الحرارة اللي هو بيستخدموه دلوقتي. تمام. طب درجة التوصيل الكهربائي. التوصيل الكهربائي هو، عشان بس ننجز الوقت، هو قدرة المادة على التوصيل للكهرباء. قدرة المادة على التوصيل للإيه؟ للكهرباء. ونفس النظام برضه عندنا مواد جيدة التوصيل للكهرباء، وعندنا مواد متوسطة التوصيل للكهرباء، وعندنا مواد عازلة التوصيل للكهرباء. مواد جيدة توصيل للكهرباء زي ايه؟ معروفة جدا جدا جدا. جيدة توصيل للكهرباء زي مين؟ زي عندنا يا عم جيدة توصيل للكهرباء زي النحاس، وفي الألمنيوم برضه. طب عازلة متوسطة التوصيل للكهرباء المتوسط مثلا عندنا مثلا زي الكربون. طب عازل التوصيل للكهرباء زي مين؟ زي البلاستيك بيستخدموه في المفكات. تمام. طب ايه هو درجة الانصهار؟ والله درجة الانصهار تعريف درجة الانصهار هو أعلى درجة حرارة تصل إليها المادة إلى حالة الانصهار. يبقى درجة الانصهار هو أعلى درجة حرارة. خلاص هو وصل لآخره، جاب آخره. أعلى درجة إيه؟ حرارة تصل إليها الإيه؟ المادة إلى حالة الانصهار، إن هي تنصهر. ودرجات حرارة الانصهار يقول لي طب بتنصهر عند كام؟ كل مادة لها درجة حرارة انصهار. زي التلج عند درجة حرارة الانصهار بتاعته 0 درجة سيليزية. زي الحديد درجة الانصهار بتاعته بتعدي 500. فكل مادة لها درجة انصهار. طب ايه هي درجة الغليان؟ درجة الغليان هي أعلى درجة حرارة برضه بتصل إليها المادة إلى إيه؟ إلى حالة الغليان. تصل إليها المادة إلى حالة الإيه؟ الغليان. زي المية عندنا بتغلي عند 100 درجة سيليزية. طب والله بصيت للمواد التانية هتلاقيها مختلفة. كل مادة لها درجة انصهار ولها درجة غليان. كل مادة لها قدرة على التوصيل الحراري، وكل مادة لها قدرة على التوصيل الكهربائي. فكل مادة بتختلف عن التانية. فإذا كده احنا خلصنا خصائص المادة كاملة، وفي خصائص تانية كتير وفي خصائص تانية. فانت ما تفكرش ان هم دول بس. دول انا مش هجيب لك كله في التأسيس، انا هجيب لك حاجات بس كده تبقى داخل فاهم انت داخل على ايه على المنهج. فإذا عندنا خصائص المادة، والله عندنا الشكل، ده خاصية منه، والحجم والكتلة والكثافة والتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي ودرجة الانصهار ودرجة الغليان. دول كلهم خصائص المادة. بعد كده نخش على رابع حاجة عندنا، حاجة اسمها التغيرات التي تطرق على الايه؟ على المادة. في حاجة عندنا حاجة اسمها التغيرات اللي بتطرق أو بتطرق على اللي بتطرق على المادة. ايه التغيرات اللي بتطرق على المادة؟ عندنا نوعين من التغيرات. عندنا تغيرات بتطرق على المادة، تغيرات فيزيائية، وعندنا تغيرات بتطرق على المادة كيميائية. يعني ايه يا مستر؟ والله تغير فيزيائي باين من اسمه ان هي هتبقى حاجة فيزيائية. طب كيميائي مش مستاهل حاجة كيميائية. طب عايزين ندينا تعريفه عشان لما نشوفها نعرف ان ده التغير ايه. والله التغيرات الفيزيائية هي التغيرات التي تطرق على المادة، تمام، دون التغير أو دون التغيير في نوع وخصائص المادة.
مش فاهمين. التغيرات الفيزيائية هي تغيرات بتحصل للمادة، ولكن دون ما تغيرش، ما ينفعش تغير في نوع المادة ولا في خصائص المادة، نوع المادة ولا خصائص المادة، الحاجتين دول ما ينفعوش يتغيروا. فإذا لو في تغيرات حصلت على المادة وما حصلش فيهم التغيران دول اللي هو نوع المادة وخصائص المادة، إذا ده هنقول على تغير إيه؟ تغير فيزيائي. تمام؟ زي ايه تغير فيزيائي مثلا؟ زي مثلا عندنا التكسير، جبنا مادة وكسرناها، هل حصل في تغيير في نوعها؟ طب حصل تغيير في مكوناتها أو خصائصها؟ لا، فإذا تغير فيزيائي. ممكن نقول عليه أمثلة هنا التغير الفيزيائي زي مثلا التكسير، زي مثلا الطحن وإلى آخره، حاجات كتير. دي كلها تغيرات بتحصل على المادة ولكن ما بتغيرش في نوعها ولا في خصائص المادة. طب إيه التغيرات الكيميائية؟ والله التغيرات الكيميائية هي التغيرات التي تطرأ على المادة. ماشي؟ تطرأ على المادة بإيه بقى؟ احنا فوق هنا كنا بنقول دون التغير في نوع المادة، لا هنا تغيرات على المادة بتغير نوع وخصائص المادة. يبقى فوق هنا قلنا دون التغير، لا هنا بتغير، لازم تتغير، ده تغير كيميائي. يبقى التغيرات الكيميائية هي التغيرات اللي بتطرأ على المادة بإيه؟ بتغير نوع وخصائص المادة. يبقى لازم يتغير نوع وخصائص المادة، لازم، عشان ساعتها نقول عليها تغيرات كيميائية. طب ما حصلش تغير، فإذا نقول عليها تغيرات فيزيائية. زي التغيرات الكيميائية، أي حاجة كيميائية دخلناها على المادة فبتغير من نوعها وتغير من خصائصها. ديت تمام؟ تمام. يبقى كده رابع حاجة عندنا هنا خدناها التغيرات اللي بتطرأ على المادة. بقى كده عندنا خامس حاجة وهي الأخيرة، تصنيف باسم إيه؟ تصنيف المواد. يعني إيه تصنيف المواد؟ والله تصنيف المواد، عندنا تصنيف المواد بتقع تحت بندين. أول حاجة عندنا مواد طبيعية، وعندنا تاني حاجة مواد صناعية. يبقى عندنا تصنيف نوعين، مواد طبيعية ومواد صناعية. مواد طبيعية هي إيه؟ المواد اللي بتستخرج من الطبيعة دون التغيير في أي حاجة فيها، مواد بتستخرج من الطبيعة. زي مثلا عندنا إيه المواد الطبيعية؟ ادينا أمثلة كده يا مستر. عندنا مثلا زي الخشب طبيعي، عندنا زي مثلا الحديد الخام، وليه قلنا الحديد الخام هنعرف دلوقتي. عندنا زي مثلا القطن، والمثالين دولت 100. بالخشب، حديد خام، القطن. طب عندنا المواد الصناعية زي ايه؟ زي مثلا عندنا الرخام. لا فوق عندنا هنا الرخام مادة طبيعية، لا هنقول هنا الرخام مادة طبيعية. مادة صناعية زي ايه؟ زي الملابس. زي ايه؟ زي الحديد المصنع. زي ايه؟ زي الورق. دي كلها مواد صناعية. طب يا مستر، انا شايف ان في هنا ملحوظة مهمة وحضرتك مش شاطر تقولها، والله هقولها، بس انت لما خدت بالك من الحتة ديت فاذا انت واد شاطر. تمام؟ تمام. المواد الطبيعية قلنا الخشب دي مادة طبيعية، الأشجار طبيعة، حديد الخام مادة طبيعية، والقطن مادة طبيعية، والرخام مادة طبيعية. طب يا مستر انت قلت هنا حديد خام وقلت هنا حديد مصنع وقلت هنا قطن وقلت هنا ملابس، ايه الملحوظة بقى في الحتة دي؟ انا حاسس ان في حتة كده انت بتلعب عليها فيها. الحديد الخام بيستخرج من الأرض على هيئة كتلة صخرية ما بيتغيرش في أي حاجة فيه، فإذا ده مادة طبيعية. طب الحديد المصنع بيبدأوا بقى يشيلوا الشوائب والحجر اللي فيه والطوب اللي فيه والتراب اللي فيه والقمامة اللي فيه اللي الزبالة أعزكم الله، أي مادة شائبة أو أي مادة ضارة أو أي مادة ملهاش لازمة في هذا الصخر بينظفوه منه ويطلعوا لنا منه حديد مصنع ويعملوا فيه درجات حرارة عالية ومراحل كتيرة كده بإذن الله تعالى في ثالثة ثانوي.
فيطلعوا لنا حديد مصنع اللي هو السيخ الحديد اللي احنا بنطلعه. هل السيخ الحديد اللي احنا بنطلعه اللي احنا بنبني بيه بنفحر في الارض في الطبيعه بنلاقي طالع سياخ، ولا بنلاقي طالع كتله صخر؟ طب ده قلنا كتله صخر يبقى ماده طبيعيه، طب قلنا سيخ حديد يبقى ماده صناعيه. طب احنا كده فهمنا مستر اللي هي الحديد الخام والحديد المصنع. طب قول لي القطن ماده عرفت انها طبيعيه بنزرعها في الارض. طب الملابس ماده صناعيه مش محتاجه. القطن بيجيبوه يدخلوه في كذا مرحله صناعيه، يطلعوا لنا خيوط وفي الاخر يصنعوا لنا بيها الملابس. في الاخر يصنعوا لنا بيها ايه؟ الملابس. فخلي بالك من الحسطين دول. لو قال لك حديد خام هتقول له ماده طبيعيه. طب قال لك حديد مصنع تقول له ماده صناعيه. طب قال لك القطن ماده طبيعيه. طب الملابس هتقول له والله ماده صناعيه. قال لك الورق ماده صناعيه. قال لك مثلا الكتان ماده طبيعيه. والى اخره. تمام؟ دي كده الماده الصناعيه والمواد الطبيعيه والمواد الصناعيه. عندنا ملحوظه كده، في ملحوظه كده عندنا مهمه. ملحوظه فين؟ ملحوظه في المواد السائله والمواد الغازيه. ايه الملحوظه دي مثلا؟ احنا خلصناها؟ خلصناها، ولكن فيها ملحوظتين حلوين. ايه الملحوظه الاولى؟ اول حاجه عندنا لو قال لك عندنا النيتروجين المسال، او قال لك عندنا هنا الاكسجين المسال. طب قال لك هنا ماده غازيه مثلا زي النيتروجين وقال لك عندنا الاكسجين، او قال لك غاز النيتروجين او قال لك هنا عندنا غاز الاكسجين. ايه الملحوظه الجميله دي يا مستر؟ انا فهمتها. طب شاطر. المواد السائله لو قال لك النيتروجين مسال، في نيتروجين مسال بيبقى هيئه ميه كده لما بيتصب بيبقى زي الميه. فاذا دي تحت انهي تصنيف للمواد؟ مواد ايه؟ تحت قصدي انهي حاله من حالات الماده؟ لو قال لك نيتروجين مسال او اكسجين مسال، بقول لك ايه؟ بقول لك كلمه مسال اهي، مسال سائل، يبقى نحط تحت بند المواد السائله عشان قال لك مسال. طب قال لك نيتروجين فقط واكسجين فقط، هتحطه تحت انهي ماده؟ الماده الغازيه. طب قال لك غاز النيتروجين وغاز الاكسجين مش مستهدف، قال لك غاز يبقى غازيه. يبقى اللعبه فين؟ في النيتروجين او الاكسجين. قال لك نيتروجين او اكسجين فقط دون اي شيء، هتقول له ماده غازيه. طب قال لك نيتروجين مسال مش مستهدف، ماده سائله. طب غاز يبقى ماده غازيه. ودي كان النهارده كده خلصنا. كده احنا خدنا خامس حاجه والاخيره وهي تصنيف المواد. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا اول حاجه تعريف الماده اتممناه بفضل الله تعالى، وخدنا حالات الماده، وخدنا خصائص الماده، وخدنا التغيرات اللي بتطرق على الماده، وخدنا تصنيف المواد. كان 5 حاجات خدناهم النهارده. لو عايزين تاخدوا صوره للسبوره. تمام. دي كانت حصه النهارده، حصه خفيفه ظريفه لطيفه، حاجه كده بسيطه عشان لسه احنا في اول الدراسه، في اول المنهج لسه. دي كانت اول حصه تاسيسيه اللي هي بعنوان، عندنا الحصه التاسيسيه الاولى بعنوان ايه؟ الماده. باذن الله تعالى هينزل بعد الفيديو ده، اول ما هينزل تحته كده في الوصف هينزل اسئله من المذكره بتاعتنا وكذا اختبار كده بسيط تحلوهم عشان تاكدوا عليه. باذن الله المذكره برضو اللي بنشرح منها مذكره عندنا الرقيه في العلوم لمستر محمد محمود بتاعتي باذن الله تعالى. كل كلمه شرحناها على السبوره ديت هتلاقيها في قلب المذكره بتنسيق جميل وهتعجبكم باذن الله تعالى. هتلاقوها برضو تحت في الوصف، انزلوا حملوها وذاكروا منها وحلوا الواجب اللي عليها برضه هتلاقيه بعد الدرس مباشره. في اخر المذكره هتلاقي بعد ما خلصنا باذن الله انا حاطط لكم حوالي مثلا بتاع 60 او 70 سؤال، حاجه محترمه يعني باذن الله تعالى. ودي حصه النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله تعالى. وما تنسوش برضه قلنا ميعاد تنزيل الحلقات، قلنا امتى؟ قلناها يوم الاثنين والخميس الساعه 5 العصر. وكان معكم مستر محمد محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.